3 حاجات اعمليهم كل يوم واضمن لك ان بشرتك هتتدمر وانت لسه في سن ال20. اول حاجه، ما ترطبيش بشرتك كل يوم. عدم ترطيب البشره بيسبب جفافها ويقلل انتاج الكولاجين والالاستين في البشره، فتبدا تظهر خطوط التعبيريه بشكل حاد في نهايه سن ال20. العنايه بالبشره بتقلل ظهور علامات تقدم السن في سن صغير، وحتى ممكن تحافظي على جمال بشرتك حتى لو وصلتي سن ال40. تاني حاجه، استخدمي فاونديشن فول كفرج كل يوم، واضمن لك انك هتفقدي حيويه بشرتك وبشرتك هتبهت وتصفر حتى وانت لسه قبل سن ال20. الصح انك تستخدمي حاجات خفيفه للبشره لو بتخرجي كل يوم، سواء للجامعه سواء للشغل، او ممكن تستخدمي بديل للفاونديشن زي ده، بيكون خفيف قوي على البشره وكمان بيبقى فيه عامل حمايه من الشمس، ويا دوب بيوحد لون بشرتك وينورها ويفتحها ويديكي الشكل اللي انت حباه وانت خارجه. لكن ما ينفعش ابدا وانت خارجه الصبح رايحه الجامعه ورايحه الشغل كل يوم كل يوم تحطي لايرز كتير على بشرتك، انت كده بتدمري بشرتك. تالت حاجه، ما تنضفيش بشرتك كل يوم قبل ما تنامي من بقايا الميك اب، وده هيخلي المسام في بشرتك تبقى واسعه ويعمل لك رؤوس سوداء، وكمان هيعمل لك خطوط تعبيريه كتير في بشرتك وانت لسه سنك صغير. ده غير طبعا انه هيراكم السموم تحت الجلد ويعمل لك حبوب كمان تحت الجلد، وممكن يعمل لك حبوب يعني فيها ماده صديديه او ايا كان نوع الحبوب اللي بتطلع لك، بسبب ان في ملوثات كتير على بشرتك. لذلك لازم تنظفي بشرتك كويس جدا وترطبيها قبل ما تنامي. ما تنسوش تتابعوني عشان يوصلكم كل جديد وعشان تعرفي نصايح اكتر. لو عجبكم الفيديو اكتبوا لي في الكومنتات واسالوني عايزين تعرفوا ايه تاني. وسلام.